السلام عليكم، ازيكم؟ الاستاذ حمزه عبد الحميد الحقيقه عنده مشكله. الحقيقه المشكله دي في ناس كانت تعبت منها. مشكله هايفه جدا، بس حقيقه محيره. هي حاجه بسيطه بس ما بتخطرش على البال اصلا. بيقول معاه مكنه دور 26 200 سي سي. الموتوسيكل عنده بيجي عند 92 بيكون خلاص هو جاب اخر بكره البنزين وهو وقف، ما بقالاش عند 92. انما هو لما بيبدا يريح البنزين سنه كده بيبدا الموتوسيكل زي ما يكون بيفك وبيفتح شويه كمان اثناء ما بيريح شويه، يعني بيكون مقفل البكره ويريح شويه عن تقفيل البكره. الموتوسيكل زي ما يكون كده بياخد نفسه وسرعته بتعلى شويه، بتوصل بقى ل 96 وده اخرها، ما بتعديش عن كده يا صاحبي خلاص. ارجو يا استاذ حمزه ان انا اكون فهمت سؤالك. لو انا فهمت سؤالك قول لي ان هو مفهوم، يعني عشان احنا كده نكون بنجاوب على السؤال السريع. شوف هقول لحضرتك حاجه، لان السؤال بتاعك ده فيه كذا حاجه. ايه هي؟ اولا حضرتك قلت انك بتستخدم شيل ادفانس وبتنزله على 500. يا محترم دي من المعلومات اللي احنا بنبهنا منها اكتر من مره، ممكن تكون حضرتك جديد معانا ولا حاجه. ما تنزلش يا استاذ حمزه خالص قبل ال1000. الشيل ادفانس نزله على ال1000. حكايه 700 و600 و500 والكلام ده كله اجتهادات ملهاش اي اساس، هي فلوس زياده بتترمي. الزيت بيكون لسه فيها محترم وانت بتنزله وبتحط غيره. الدنيا بقت غلا دلوقتي وما بقتش متحمله الفهلوه الزياده الحقيقه، يعني من الناس اللي بتستشيرك مش منك، مش متحمله فهلوه من الناس اللي بتستشيرك بانك تنزل على 500. تمام؟ فيا محترم نزل الزيت على 1000 كيلو، بيشتغل لحد 1000 بكفاءه. وخد بالك هو ممكن يعدي ال 1000 بشويه، بس احنا بنمسك في المضمون. خلاص، يعني انت لما تنزل على 1000 بتبقى ماسك في المضمون، ما انتش منزل متاخر ولا على حافه الهويه ولا الكلام ده، لا، في المضمون يا محترم. فوفر فلوسك يا ذوق، وما تسمحش لحد يقول لك نزل على 500 عشان تبقى بقى في الامان، والمفروض هو 1000 بس احنا بننزل بدري، واصل كلام كتير كلنا عارفينه وبيعدي علينا كلنا. خلاص كده نزل على 1000 يا محترم وما تقلقش وسيبها على الله. دي اول حاجه واول ملاحظه على السؤال بتاعك. مشكلتك هنحلها حاضر، بس هديك كام ملاحظه كده. تمام؟ تاني حاجه يا محترم عايزك تكون عارف برضو المبالغه في سرعه الداو 26 احنا لسه متكلمين عنها. في فيديو اللي هم بتوع الداو 26 زعلوا منه. واخد بالك؟ لما قلت له ان موتوسيكلكم مش سريع اصلا، واخد بالك، زعلوا قالوا ده سريع. واحد طلع على مزلقان وصور موتوسيكل بالليل عشان ما حدش يشوف الطريق، تمام، وهو نازل اصلا من على جبل، تمام، جبل مرصوف، وبعدين يقول لك ايه بقى؟ الموتوسيكل اهو يا حضرات، يا غير لك الترس ونزل لك من على جبل وبعدين جاي يصور. اسمها الحركه دي تعملها مع حد تاني، انما هنا ما يمشيش. وانت هنا تسال سؤال، يعني السرعه دي ما تمشيش هنا ليه؟ هل هنا جهبذه مثلا؟ او اللي بيكلمك ده جهبذ مثلا؟ لا والله العظيم بكده. امال ايه؟ انت اللي راجل طيب. بس ليه بقى؟ شوف، انت لو رحت لاي حد عارف سرعه الموتوسيكل ووريته الفيديو ده هيعرف على طول انها ما تمشيش. هي القصه كلها في قصه انت عارف سرعته ولا لا؟ اللي انت بتكلمه عارف سرعه الموتوسيكل ولا لا؟ عارفها. ما تعملش معاه فيديو زي ده عشان مش هيمشي معاه. كلمك عن اي حد بقى. انما القصه دي لما واحد مش عارف سرعه الموتوسيكل وتوريها له، يا والله هو شايفه قدامه اهو بقى، مش هيدور هو. انما لما تيجي على واحد عارف وتشوف له هيقول لك ازاي وجت منين وراحت فين. هو دي القصه يا محترم. فيا محترم عايز اقول لك ان سرعتك اصلا هي قليله شويه، بس مش قليله قوي. انتبه من الحكايه دي. اوعى تفكر ان انت هتحل مشكله دلوقتي هتجيب ال 26 وال 25 والسرعات اللي انت بتسمع عنها. مفيش الكلام ده. انا بكلمك هنا في السرعه الطبيعيه على الطريق الطبيعي بتروس الموتوسيكل بالبنزين ال 92. تمام؟ هتطلع تجيبها. انت مش بعيد اصلا يا استاذ حمزه. طيب خلينا بقى نحل المشكله عشان نختم الفيديو. حل المشكله يا محترم، عندك خرطوم البنزين. هتلاقي خرطوم البنزين طويل شويه وبيتني مع في حته القرص الزياده، لما تيجي تحل عنه البنزين شويه بتفرد تاني، فالدنيا بتمشي عادي. تمام؟ فشاك يا محترم عندك. خد بالك المشكله دي بسيطه وتافهه جدا، وهي اتفه ما يكون زي ما انت عرفت كده، ولكن هي بتحير اي بني ادم لانها ما بتخطرش على البال اصلا يعني. وكده يا محترم انت عرفت المشكله فين؟ في خرطوم البنزين. انت هنا بقى سالت سؤال جميل، قلت اتصرف ازاي او اروح للميكانيكي اقول له ايه؟ هتروح للميكانيكي يا محترم هتقول له بعد اذنك الخرطوم ده مع القرص الشديد بيقفل بيتني، لان هو تقريبا كده طويل زياده عن اللزوم. فحاول بس تظبط لي خط سير الخرطوم، اظبط لي خط سير الخرطوم، ما تخليش فيه تنايات ولا بتاع عشان بتقفل مع القرص.
تمام. ده في حاله ان نوع الخرطوم حلو. انما في حاله تانية ان نوع الخرطوم اصلا ما يبقاش حلو، فهنا هيبقى يا حبذا تغير نوع الخرطوم وتاخد بقى المقاسات المظبوطه، والميكانيكي هيعمل لك الحكايه دي وتغير الخرطوم اصلا. تمام. انما لو حلو اظبط المقاسات بس، اظبط خط سير الخرطوم بس، خط سير الخرطوم ده اللي انت هتقولها للميكانيكي. تمام. طيب عايز تغير نوع الميكانيكي ان شاء الله يا شباب، نوع الخرطوم ان شاء الله يا شباب الفيديو الجاي هيكون عن افضل نوع خرطوم بنزين. وانت هنا هتستغرب هتقول له يا عم افضل نوع خرطوم بنزين ايه؟ خراطيم البنزين يا شباب مشاكلها هي من اكبر المشاكل اللي بتلفف الناس حوالين نفسها. ما بيخطرش على بالك انه بيعمل مشاكل كبيره، وما بيخطرش على بالك انه بسبب حاجه تافهه زي دي. اضرب لك مثال. طيب يعني ايه؟ يعني مثلا في تسريب في خرطوم البنزين، فمثلا فتبص تلاقي ده بسبب ان الخرطوم مثلا نوع مش حلو، فتبص تلاقي البنزين بيخلص بسرعه، تلف الكره الارضيه تشوف الموتوسيكل ده بيستهلك بنزين زياده ليه ومش هتعرفها. خلاص ادي نوع من مشاكل خرطوم البنزين. تمام يا رجاله. فقصه افضل نوع في خرطوم البنزين واسوأ نوع ده موضوع مهم جدا، لا يقل شيء عن اهم حاجه في الموتوسيكل. في نوع خراطيم يا شباب خرطوم نازل شفته ممتاز، خامه ممتازه، بيقفل كويس قوي على الحنفيه، حتى مش عايز البتاع اللي بيتعمل عليه اسمه ايه، واخد بالك، وهو ممتاز بصراحه، وفي نفس الوقت طري وما يقفلش معاك وما يتنش معاك، لان هو شارد نفسه وفي نفس الوقت بيقفل كويس. ان شاء الله اوريه لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله ونتكلم عنه. هنا الاستاذ حمزه يبقى سؤال اخير، هل في احتمالات تاني غير خرطوم البنزين؟ الاجابه ايوه يا محترم، في احتمال تاني غير خرطوم البنزين خالص. لو قصه انت بصيت على خرطوم البنزين او عملت اللي انا قلت لك عليه والمشكله ما انتهتش، يبقى هنا على طول يا محترم هتكون في الفلتر، في فلتر الهواء، زي ما الراجل رد على البوست بتاعك في الكومنت بتاعك. فلتر الهواء يا محترم هو اللي هيكون الاحتمال الثاني، وان شاء الله مفيش احتمالين غير دول، لان برضو مشكله الهواء لو بيكتم عند القرص الشديد ولا حاجه مع ضغط الهواء اللي جاي شديد بيروح قافل شويه، فدي برضو هتغسله او هتغيره. بس ابدا بخرطوم البنزين لان هي الاغلب حاليا. والسلام عليكم ورحمه الله